شوفوا معايا نحاول هكا الوسط ما نسرحوش بزاف، نخلي العجينه شي شويه غليظه من الوسط، لكن الجناب نسرحو مزيان. صافي هنايا خديت الحشوه من بعد ما كتكون بردات بطبيعه الحال. كما قلت لكم راني ضفت لها واحد جمعه كبار ديال صلصه الصوجه اللي كتعطي هذاك اللون. وغادي نضيف الفرماج موتزاريلا ولا الفرماج حمر اللي عندكم. صافي وكما كتشوفوا معايا كنحاول نشكل المسمنه ديالي، كنجمع عليها دوك القنيتات وكنقاد هكا باش كتجيني يعني تكون هكا الشكل ديالها دائري. غادي نعاود معكم وحده اخرى باش تبان لكم. غادي ناخذ العجينه كما قلت لكم اولا المسمنه ديالي اللي شكلت، كنقرص الجناب مزيان. غادي نوضع الحشوه، نزيد عليها شويه ديال الفرماج. الفرماج من الاحسن تخليوه حتى لهاد المرحله عاد تضيفوه باش هكا كيذوب لينا هو في الفران. يعني ضفتوه فاش كتكون الحشوه سخونه ما كيذوب، يعني ما كيبقاش يبان. صافي كما كتشوفوا معايا كنظن هاد الطريقه واضحه. كنجمع العجينه ديالي وكنشكلها كما كتشوفوا هكا كتكون بحال الخبيزه. صافي كنبقى مستمره حتى كنكمل. وفي هذه الاثناء هذه راني شعلت الفران، يعني انا باقي كنسرح اولا باقي كنشكل في الملوي ديالي. كنشعل الفران، لازم يكون الفران سخون باش هكا كيجينا هذاك الملوي. هذا سر من الاسرار التمسم اللي بغيت طيبوه في الفران، دائما يكون الفران سخون من قبل باش ما كيجيش هذاك المسمن اولا الملوي ما كيجيش كما كيقولوا ما كيجيناش صامت كيجي يعني طيب وكيجينا مفرق من الداخل. كنتمنى تكونوا فهمتوني شنو بغيت نقول لكم البنات. صافي هنايا من بعد ما كنكمل المليويات ديالي كما كتشوفوا معايا كنوضعهم هكا في واحد اللاطه اللي كتدخل الفران وكنحاول نقرصهم واحد شويه. دائما الا كتبغيوه رقيق يعني قرصوه رقيق، بغيتوه يكون ومن الاحسن ما ترقوش بزاف باش ما كيجيناش يابس. يعني حنا غنطيبوا في الفران ما ترققوش بزاف. صافي كما كتشوفوا معايا غادي ندهن بالصفار ديال البيض اللي ضفت ليه واحد شويه ديال صلصه الصوجه. الا ما متوفراش عندكم بلاش دهنوا غير بالصفار ديال البيض. وصافي وغادي ندخل المليويات ديالي الفران كما قلت لكم على الفران يكون سخون. وملي كندخل المسيمنات ديالي كنخليهم على نار اللي كتكون متوسطه كما كتشوفوا معايا. هنايا راه هاد اللقطه تعاودات. صافي من بعد ما كيطيب ليا الملوي ديالي كنخرجو كما كتشوفوا معايا. كنرش عليه شويه ديال الفرماج وكذلك شويه ديال المعدنوس. المهم تزيين كيبقى على حسب الرغبه، ممكن تخليوه غير هكاك. اللي مهم هو انه كيجي اكثر من رائع كما كتشوفوا معايا، كيجي لذيذ بزاف. نتمنىكم تجربوه، انا اكيد انه غادي يعجبكم كما قلت لكم في الاول. ودائما الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك ديالكم. لي لايك البنات كيشجعوني وكيخليو الفيديو اليوتيوب كيقترحوا على ناس وحدين اخرين. وكذلك تعاليق اللي صراحه كيشجعوني كيحفزوني. وكنشكر كاع الناس يعني اللي كيخليو ليا تعاليق زوينه. كنشكر كذلك للناس اللي كيعرفوني ولا الناس اللي ما كيعرفونيش، جاراتي وصديقاتي كلهم كنشكرهم من هذا المنبر هذا. ونخليكم الى فيديو